وصفتنا النهاردة جديدة وبطريقة خطيرة، ما تقوليش كوردون بلو فراخ. النهاردة هنعمل لك كوردون بلو بس سمك. بجد يا هبة محشي بقى خلطة خطيرة. أنا أكلت الأكلة دي من صاحبتي وحبيبتي شيف داليا الجمل، وقلت لازم أنقل لكم تجربتي وتعملوها بقى بطريقة سهلة وبسيطة. عندنا جمبري مخلي كده، وعندنا سمك فيليه مقطعينه قطع صغيرة، طاسة كده معلقة زبدة، وهنزل بالجمبري اللي احنا مقطعينه صغير والفيليه، وهبدأ كده أشوحه لحد ما ياخد صدمة، وهنزل عليه كده ببصل مفروم وفلفل أحمر وفلفل رومي مفروم، بهارات سمك، وهتبلهم كده ما بياخدش 5 دقايق. نزلت عليهم بزيتون متقطع صغير، ودي الخلطة اللي أنا هحشي بيها سمك الفيليه. هتجيبي سمك فيليه اللي هو ما بيبقاش فيه شوك، وهبدأ ان انا اكون متبلاه كده بتتبيلة السمك. انا كنت جايباه وحطاه في الفريزر وفرمته في الكبة وبين كيسين تلاجة، وهبدأ كده اخد قطعة واحط الحشوة في النص وابرم بيه كده، طريقة سهلة وبسيطة. وعلى الرول بقى اللي هو الاسترتش رول، وبرميه كده من الجنبين، وابدأي اخبطيه خبطتين تخرجي الهواء اللي جواه، وكأنك بتعملي بونبونية. ورق فويل ألمونيوم وبرده ابرميها كده كويس واضغطيهم من الجنبين. هدخلهم الفريزر يتشمعوا كده لمدة نص ساعة أو ساعة إلا ربع بالكتير، لحد ما احضر الكفر بتاعتي. كوباية من الدقيق، كوباية من النشا، بهارات سمك، عندي معلقة من الكركم، معلقة من البابريكا، كوبايتين من المية، لحد ما ياخد القوام اللي انتي شايفاه ده اسمه التلحيسة بتاعة السمك. ولا تحطي بيض ولا تحطي لبن ولا الكلام ده كله، هي القوام ده مظبوط جدا. دي طريقة الكوردون بلو بتاع الفيليه. ببدأ ان كده احطه في دقيق الاول، وبعد كده في التلحيسة اللي احنا عملناها دي بتاعة السمك، وانزل بقى في الكورن فليكس بالبقسماط، ياخد كفر كده خطير. جربوها بجد هتعجبكم جدا جدا جدا. كل اللي هيدوقها من ايدك هيقولك خطيرة. دخليها برضو الفريزر لمدة نص ساعة، زيت سخن على نار هادية، وهطلعيها بقى أول ما تاخد لون ذهبي خطير بالشكل ده. طلعيها كده وقدميها مع شوية رز بقى صيادية، رز أبيض. الصوص بقى بتاعها ده كاتشب على مايونيز على مستردة، وحطيت من حشوة الكوردون بلو في الصوص. خطيرة، لازم تجربوها.